السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي واخواتي، وحشتوني جدا. ركز معايا في الفيديو ده عشان هتكلم عن حاجات كتير من اول امبارح لحد النهارده. فعلا من اول امبارح لحد النهارده. هبتدي لك بحاجات تخص، او هبتدي لك بموضوع كابتن احمد شوبير اللي امبارح كلنا اتفاجئنا ان هو اتوقف من البرنامج بتاع النادي، قناة النادي الاهلي، حارس الاهلي، لمدة اسبوعين. ليه؟ ما تفهمش بقى ليه. عشان هو بيتكلم بيقول الحقيقة مثلا، فبالتالي جمهور نادي الزمالك مش عايز يسمع الحقيقة، ولا ايه؟ تعالى كده بص لها كده من كل ناحية، هتلاقي مفيش كلمة بيقولها كابتن احمد شوبير غلط. بس الكلام بتاعه علشان خاطر بيجي على الجرح بتاع جماهير نادي الزمالك، فمش عايزينه. لا، هم عايزين اللي يقعد يضحك عليهم، عايزين اللي يقعد يشتغلهم، عايزين اللي يفضل دايما يقول لهم ان انتوا احسن نادي في الكون، ان انتوا اكبر قلعة رياضية في مصر، ان انتوا. طب هو في اكبر قلعة رياضية في مصر عليها مشاكل مع الاتحاد الدولي فيفا؟ طب في اكبر قلعة رياضية في مصر ما بتبصش لولادها؟ طب في اكبر قلعة رياضية في مصر ما بتدفعش فلوس اللعيبة اللي عندها؟ طب في اكبر قلعة رياضية في مصر ما بتحققش اي حاجة خالص غير ان هي تقول كلام تضحك بيه على جماهير نادي الزمالك وبس؟ في سؤال حابب ان انا اساله: هل كابتن احمد شوبير البرنامج بتاعه بتاع قناة النادي الاهلي، او هو محتاج قناة علشان خاطر يقول فيها كلامه او كل برامجه؟ كابتن احمد شوبير لو بس عمل برنامج على قناة الفيسبوك بس بتاعته، هو هيطلع ترند برضه. على فكرة دي حقيقة. كابتن احمد شوبير اللي دايما هو اللي عايز يطلع في برامج، ولا اكتر ولا اقل. بس تعالى بقى بص لها من ناحيه تانية: كابتن احمد شوبير لو قعد من كل البرامج، او لو قعد من كل القنوات، ما اشتغلش خالص على اي قناه فضائيه تخص الكوره، كابتن احمد شوبير هيعرف يوصل المعلومه اللي انت مش عايز انك انت تسمعها، اللي انت كجمهور نادي زمالك انت مش عايز تسمعها، هيوصلها لك برضه، بس من عن طريق صفحه الفيسبوك. بس جماهير نادي الزمالك ما عندهاش وعي. هو كل الحكايه عشان بس بيطلع في قناه النادي الاهلي وبيقول كلام على نادي الزمالك. طب ما انتوا عندكم قناه نادي الزمالك بتقعد تتكلم على النادي الاهلي ليل ونهار، ومفيش حد اتكلم في اي حاجه تخص قناه نادي الزمالك. صح ولا انا غلطان؟ ده كلام. وفي كلام تاني يقول لك مثلا ايه، معلش برضه هنيجي برضه من ناحيه ايه، زي العنوان اللي انا كاتبه: ايه الفرق ما بين الاهلي والزمالك؟ اقول لك انا ايه الفرق ما بين النادي الاهلي والزمالك، مع العلم ان جماهير نادي الزمالك لحد دلوقتي بتقول على النادي الاهلي ان هم عصابه. طيب ماشي، احنا عصابه، او جمهور او مجلس اداره نادي الاهلي عصابه، بس واخد باله من اللعيبه اللي عنده، بيديهم حقوقهم. مفيش لاعب مره فكر ان هو يطلع بره النادي الاهلي ويقدم فيه شكوى. النادي الاهلي بيبص لابنائه، النادي الاهلي بيبص للعيبه اللي ضحت عشان خاطر النادي الاهلي، زي ابو تريكه كده، زي محمد عبد الوهاب. تخيل بقى لاعب عنده اتوفى من سنين السنين، ولسه بيستعين بوالدته في كل حاجه تخص النادي الاهلي. ليه؟ عشان النادي الاهلي ما بينساش حد ضحى عشان خاطر النادي الاهلي. تمام؟ يعني النادي الاهلي ما نسيش الاموات، زي ال 74 شهيد، وزي كابتن محمد عبد الوهاب الله يرحمه. ودايما محمد عبد الوهاب موجوده في اي حاجه تخص النادي الاهلي. النادي الاهلي عمره ما فكر ان هو يسيب لاعب مريض. زي هقول لك ابسط مثال: عندك النادي الاهلي مع مؤمن زكريا سفره المانيا عشان يتعالج. تمام؟ انت عندك ابراهيم شيكا طلع قال كلام على مجلس اداره نادي الزمالك، ومع ذلك مفيش حد اتكلم على ابراهيم شيكا. لا بالعكس، ده بيقول لك، ده طلع بيتكلم بيقول انا رايح علشان خاطر اقول ان انا تعبان وبموت وي 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 وي. راح لمجلس اداره نادي الزمالك وبيقول نفس الكلام ده، بعتوا له 3000 جنيه بظرف وعملوا له بلوك. انت متخيل انت معايا ولا مش معايا؟
وفي الاخر يتقال ان مجلس اداره النادي الاهلي ده عصابه. طيب انت بقى لو جيت سمعت الكلام اللي انا بقوله او الكلام اللي انا قلته وطبقتها على نفسك، مين اللي زي ما انت ما بتقول عصابه؟ انا محتاجك انك انت تفكر شويه، بس انت لاغي التفكير. انت كل الحكايه شايف ان النادي الاهلي، انت او كجمهور نادي الزمالك اثبت فعلا ان هو بيكره النادي الاهلي اكتر ما بيحب نادي الزمالك. بس من غير اي حاجه، هو كل الحكايه ان هو مش طايق النادي الاهلي. هو عايز ينام ويصحى ما يلاقيش النادي الاهلي موجود في مصر اصلا ولا في قاره افريقيا. ليه؟ عشان هو واخد كل حاجه، واخد الاخضر واليابس بالمعنى الاصح. يعني ما بينساش اي حد ضحى عشان خاطر تيشيرت النادي الاهلي. النادي الاهلي اللي بيفتكر الاموات قبل الاحياء. النادي الاهلي اللي ما فيش لاعب فكر ان هو يقدم شكوى في النادي الاهلي عشان خاطر مستحقاته. النادي الاهلي اللي ما شافش واحد، معلش في الكلمه، تعبان. يا راجل ده جمهور النادي الاهلي بيدعم ابراهيم شيكا اكتر من مجلس اداره نادي الزمالك وجمهوره. وفي الاخر تقول يا عمي هي جت. صوت بيقطع، صوت بيقطع خالص. يعني دلوقتي يا استاذ رمضان، الصوت بتاعي بيقطع ولا بدأ ان هو يرجع تاني؟ الصوت لسه بيقطع ولا ايه يا استاذ رمضان؟ طيب تمام. فزي ما انا ما قلت، النادي الاهلي عمره ما نسي اي حد لبس تيشيرت النادي الاهلي. ولو حد من لعيبه نادي الزمالك ونادي الزمالك نفض له، اكتر جمهور بيدعم اللاعب ده هو النادي او جمهور النادي الاهلي. زي ابراهيم شيكا، جمهور النادي الاهلي هو اللي بيدعم دلوقتي، او لعيبه النادي الاهلي هي اللي بتدعم ابراهيم شيكا. فبالتالي ولعيبه النادي الاهلي زي امام عاشور لاعب النادي الاهلي اللي راح زار ابراهيم شيكا. ما شفناش اي لاعب من نادي الزمالك راح لابراهيم شيكا. لا، مفيش الكلام ده. النادي الاهلي اللي اول ما عرف موضوع مؤمن زكريا راح سفره في المانيا عشان يتعالج، راح عمل كل حاجه عشان خاطر مؤمن زكريا يطلع من الكبوه اللي هو فيه، او التعب اللي هو فيه، او المرض اللي هو فيه. تمام. النادي الاهلي اللي مفيش لاعب فكر ان هو يقدم شكوى في النادي الاهلي عشان خاطر مستحقاته. ليه؟ عشان النادي الاهلي بيسدد الفلوس بتاعه اللعيبه اول باول. باتريس كارتيرون اللي درب النادي الاهلي ودرب نادي الزمالك قال لك انا قبل ما اكون، يعني ساعه ما النادي الاهلي قدم لي الشكر وان انا مش هكمل في النادي الاهلي، قبل ما اطلع الطياره كانت مستحقاتي موجوده، كانت جات لي رساله ان المستحقات بتاعتي وصلت للحساب بتاعي. انت بقى بسم الله ما شاء الله عندك محمد عبد الغني المدافع بتاع نادي الزمالك ليه مليون و400 الف جنيه. كابتن حسين لبيب قال له، وعده ان هو هيدفع له الفلوس ولا حياه لمن تنادي. اهو محمد عبد الغني دلوقتي مقدم شكوى في نادي الزمالك عشان خاطر مستحقاته. طريقه تفكير جماهير نادي الزمالك فعلا بيثبت اول عن التاني ان هو بيكره النادي الاهلي اكتر ما بيحب نادي الزمالك فقط. بس تعالى بقى نتكلم على موضوع امام عاشور ورامز جلال. امام عاشور طلع امبارح مع رامز جلال، وتقريبا بعد الحلقه بتاعته طلع ترند، مش في مصر بس، لا ده في مصر وتقريبا بنتكلم في الوطن العربي. ترند. ما تفهمش بقى، هل مثلا كلامه مثلا بيوجع؟ يعني كلمة إمام عاشور وهو بيقول إيه، لا أنا أهلاوي من صغري. اللي هو رامز جلال كان إيه بيتكلم كتريقة، مثلا بيقول له أنت أهلاوي من صغرك، قال له أنا أهلاوي من صغري ادي رامز جلال بيقول له ادي وعد انك انت مثلا مش هتسيب النادي الاهلي. قال انا عمري ما هسيب النادي الاهلي وهفضل فيه لحد ما اعتزل. الكلمتين دولت كفيلين ان هم حرقوا 100 عقبه كلها بجماهيرها.
جمهور نادي الزمالك لو فكر ان هو ما يركزش في الكلام اللي بيتقال، والله والله والله، وركز في ناديه، وركز في ان هو يدعم ناديه في الحاجات الصح، وان هو ينتقد ناديه في الحاجات اللي هو غلط، والله العظيم نادي الزمالك احتمال من الكبوة اللي هو فيها يرجع نادي الزمالك اللي احنا كنا عارفينه من سنين. بس جماهير نادي الزمالك هي عايزه بس اللي يكون قاعد قدامها يقعد يضحك عليها، يقعد يقول مش عارف ايه. انا زي ما قلتها في الحلقه بتاعت اول امبارح، انتوا مش عارفين تجددوا لاحمد سيد زيزو، مش عارفين تجددوا لعبد الله السعيد وناصر ماهر اللي هو ناصر كوستا اللي انتوا كنتوا طالعين عليه، ناصر كوستا. قرفان من النادي، شايف ان في لعيبه تانية بتاخد مبالغ قد كده وهو بياخد مبلغ قد كده. محمود بنتايج النادي بتاعه سانت ايتيان رفض التقسيط. انا مش فاهم لاعب بالجوده دي وبالايجابيه بتاعته في الملعب، ازاي نادي الزمالك بيفكر ان هو يقسط للنادي والنادي اصلا رافض الموضوع؟ انا واحد من الناس كجمهور نادي اهلي، اول واحد لو اللاعب ده موجود في النادي الاهلي هقول كده في فيديو، لازم النادي الاهلي تروح تتعاقد مع اللاعب ده بسرعه. لازم. اصلك انت لاعب زي ده لو ما عرفتش انك انت تدفع المبلغ بتاعه كاش، في كذا نادي هياخده. وطبعا كلنا عارفين. فاتمنى ان انتوا ما تفعلوش البند بتاع الصفقه بتاعه محمود بنتايج، لان فعلا النادي الاهلي اول واحد هياخده. تعال بقى نتكلم على موضوع احمد موسى والاهلاويه. احمد موسى طلع من كام يوم عشان خاطر اعلان ابو تريكه، قال لك انا خلاص منتخب مصر وكفى، مش هشجع النادي الاهلي وهلغي او هبدل انتمائي من النادي الاهلي هروح لنادي الزمالك. فطبعا جمهور النادي الاهلي اصلا نزل عليه. طبعا كلنا عارفين جمهور نادي الزمالك اللي انت واحد منهم واللي بيسمعني واحد منهم، وهو اصلا جمهور النادي الاهلي مش طايق حاجه تخص ما علينا. فيطلع بعد كده يقول لك ان اللجان هي اللي عامله عليا حمله ضدي. يا راجل، يعني جمهور النادي الاهلي ده كله مش عاجبك بيتقال عليك طالع تقول ان دي لجان؟ طب لجان باي منطق؟ ده انت لو جيت بصيت هتلاقي في كوميكسات طلعت بتقول لك جايبين كده كتكوت وهو بيقول ايه لابو تريكه جميلك ده فوق دماغي، اللي هو يعني كجمهور نادي اهلي بيقول لابو تريكه جميلك ده فوق دماغي. يعني فين بقى اللجان بقى، وفين يعني انا واحد من الناس من ضمن اللجان مثلا. ما هو فعلا انا واحد من الناس مثلا، معلش مع احترامي للاعلامي استاذ احمد موسى، بس في نفس الوقت والله انا ما بتفرج على اي حاجه تخصه. والله ما بتفرج على اي حاجه تخص الاعلام احمد موسى. ولو صدفت ان انا قلبته لقيته هو بقلب على القناه اللي بعدها على طول، اصل هي مش ناقصه. يلا هنقعد نتكلم ومهما هنتكلم وفي الاخر برضو عادي عادي خالص يعني. فيا جماعة الخير، يا جماعة الخير، كابتن احمد شوبير مش محتاج برنامج عشان يطلع عليه، او مش محتاج التلفزيون علشان خاطر صوته يوصل لجماهير النادي الاهلي وجمهور نادي الزمالك بالاخص. كابتن احمد شوبير لو قعد كده على كرسي وحط الكاميرا قدامه زي ما عملها لما توقف من قناه اون تايم سبورت، وطلع فتره كده قبل ما يجي النادي الاهلي، وطلع فتره كده على القناه بتاعته، كان صوته كان بيوصل برضه لجماهير النادي الاهلي وكان بيوصل برضه لجماهير نادي الزمالك. ف هتفضل تقول مهما هتقول جمهور نادي الزمالك بيدخل من هنا ويطلع من هنا. هو كل الحكايه بس انك انت اتوقفت لمده اسبوعين. على فكره النادي الاهلي قدم شكوى او قدم التماس ان هو الوقف بتاع احمد شوبير جه على اي اساس بالمعنى الاصح.
فالنادي الاهلي عايز يخفض الاسبوعين يخليهم مده قليله، زي اسبوع مثلا، زي 3 ايام. ولسه هنشوف الفتره الجايه ايه اللي هيتم. بس عايز اقول لك في الاسبوعين دولت اللي كان رابط تحت كابتن احمد شوبير مثلا في قناه النادي الاهلي، كان رابطه قناه النادي الاهلي، وان في سياسات مش ينفع ان هو يتخطاها كاعلامي بيطلع في التلفزيون. فتخيل انت بقى لما هيطلع على الفيسبوك بتاعه ويقول الكلام اللي هو عايز يقوله لك، اللي انت اصلا مش مقتنع بيه مع انه حقيقه، بس انت مش حابب انك انت تسمعه. تخيل انت بقى انت هتعمل ايه؟ هتفضل طول عمرك كده في صياح وحزق وكل حاجه ممكن تتخيلها ممكن ما تتخيلهاش. انا كده خلصت الفيديو بتاعي، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تقول لي رايك في كومنتات، وكل سنه وانت طيب ورمضان كريم. وقبل ما اقفل الفيديو ما تنساش تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ودلوقتي اقدر اقول لك سلام.